هذو علوم صحاب الكونيون، هذو علوم الكونيه سماهم القرانيون، راه منهم ثاني هاد صحاب علوم كونيه ما يقدر عليهم حتى واحد يا عباد. كيسميو العلماء قرآنيون. علاش تسميهم قرآنيون؟ عطيونا السبب مقنع علاش تسميهم قرآنيون. هاد الناس هادو فيهم اللي كيقول لك دير الماء في الخابيه غادي يولي جديد، وديرها مزيانه. ملي ما قالكش دير الخابيه وغادي تلقى فيها الماء ديرها ناشفه، راه دار معاك مزيان. وهذا مول العشب راه قريب يقول لك دير التراب في الدار ديالك تطلع لك الفليفله، ولا تطلع لك حبه حلاوه، ولا تقدر تطلع لك السمسم. يعني السمسم ما عرفتش شنو هي، انا براسي مازال ما عرفتش، غير كنسمع عنها حتى ترجموها لي. ولا هذاك السيد هذاك اللي كيسب الصحابه كاملا جمله وتفصيلا رضي الله عنهم جميعا. واحد قال لك سيدي عذاب القبر ما كاينش، راه مزيان. ملي ما قالكش الدفينه راه ما كايناش. يقول لك سيدي بنادم كيموت قبطوه وعلقوه خليوه هي باش بحال الفصل عليه نتوما. راه هادشي عادي ما خصهاش تجيكم قبيحه ايها المواطنون ايها العلماء. الله يجازيكم بخير. فهموا السيد شنو راه بغا يقصد، راه بغا يزول غير الاحاديث ويخلي القران على نتوما جالسين ناوضين عليه البلاغات. سيدي خليونا شويه نكملوا السفه. شوف داعيه في مصر سميتو طارق شي حاجه، وكيمشي لامريكا وكيمشي لاستراليا وحافظ شي حوايج في الفقه وشي وقائع ديال معاذ بن جبل وعبد الله بن حضار حافظهم شاربهم داكهم. ما قدرش يواجه شحرور، ملي ما قدرش يواجهه قال لي بعروف. علاش ما تجاوبوش الشحرور؟ علاش؟ شنو السبب؟ ولا السكوت عن الجاهل جوابه؟ بما انك كتعرف شي حوايج كبار على معاذ بن جبل يا شيخ الطريق، شي حاجه شي طريق ولا الترطيق ولا شي حاجه، خاصك تجاوب شحرور وتنزل معاه للطاوله، لان خصنا ننزلوا المستوى ديالك للمستوى ديال شحرور. تفهمنا؟ الا ما نزلتيش لعند شحرور فمعنى انت راك ماشي مشحر، يعني خصك تتشحر باش تنزل عند شحرور، العالم الكبير العلامة العالم بالحديث والطب والهندسة والفيزياء والبيولوجيا والذرات وإلى آخره. أنا راني ما كنعرف والو، راني غير كنهضر. المهم إلا هذا عرفوني راني والو، اللهم قدرت. وقال لك معاذ بن جبل رضي الله عنه، ما قالش رضي الله عنه. معاذ بن جبل اسمه ثقيل على من لا يحبه. نعم معاذ بن جبل، وما أدراك ما معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. خلينا نشوف هذا البيع واش يلا جول والو قولوا والو. والله ما يقدروا على شحرور، والله تالكم راه ما كاينش فيكم اللي يقدر على شي حرور، لان راه فيها الضرر اكثر من المنفعه. ما تقدروش. يرحم مش يجيبهم الله يرحمه. ما يقدروش، يعني السرعه استنباط الاحكام من القران، السرعه ديال شحرور باش يمشي من ايه يعني 300 سوره يمشي لك من ايه خلاص الشريف هذا راه دين جديد هذا اخويا. 300 سوره عليه القران فيه 300 سوره، الله يرضي عليكم. هذا دين جديد وهذا قرآن آخر ليس بالقرآن الذي نؤمن به. توقف أعدها من فضلك، أعدها. 300 سورة. الأحكام من القرآن، السرعة ديال شحرور باش يمشي من آية يعني 300 سورة يمشي لك من آية خلوضهم. يمكن كيقصد دوك التصاور ديال فاش كيخرج للنزهة، ولا يمكن كيقصد هذوك 300. يمكن الله أعلم. اللي عنده شي حاجة يفيدنا فيها لتحت. الكيالي دابا صرفوا ليه راسو، هذا الكيالي مهندس تقدر تهضر معاه انت؟ لا كيغير القرآن حيت انت ما فهمتيش القرآن. انتوما راكم ما فهمتوش الكيالي. عرفتوا هي مول الخابيه، دير الخابيه يجيك الماء يولي جديد الماء، تقدر تلقى عصير الا طول، تقدر تخليه 30 دقيقه تلقاه ولا نوع ديال العصير ولا الايس كريم مجمد. كيولي الروح ديالو كتدخل الروح من الخابيه من التحت وكتطلع وكتغطيها بالغطايه. هذه من العلوم الشرعيه ديال السي هذاك اللي كان يهضر عليه مول الخبيث. بالتوفيق ان شاء الله. علم راكم نتوما اللي ما قاريينش العربيه، علاش ما تقراوش العربيه؟ علاش كتعلموش بالدين؟ ماشي انا ما عارفش صراحه، ولكن العلماء ديالنا علاش ما عارفينش؟ علاش؟ رحم الله الشيخ الألباني وكل المشايخ. هو سوري وعنده واش بصح وكيعرف العربيه، يعني اللي سوري كله كيعرف العربيه، بحال دابا مغربي كله كيعرف المغربيه.
كاينين مغاربه بصح شنو كيهضروا فرونسي والاسبانيوليه ما كيعرفش حتى غيهضر بها كاع. هي 113. يقدر ما نعرف. العربيه ما يقدروش عليه في اللغه العربيه اولا، ما يقدروش عليه في تفسير المصطلحات، ما يقدروش. الكيالي كيجيب لهم وقائع واحداث يقول لي باش قلتوا واش. الا بغيت الراي ديالي يا سي الدكتور، العلم ديالو يديه منين جابو، لا يعرف لا وقائع ولا احداث. السلام عليكم. قلعوا هذا البصل هذا كاع. انت السي الكيالي جايب وقائع واحداث كتعرضهم على جهلاء. الله يهديك السي الكيالي. عندنا الله يهديك السي الكيالي، الله يهديك. ابراهيم شيعه وكافر ومارق. غنقول لك واحد الكلمه على عدنان ابراهيم. عدنان ابراهيم الا دخلتي لدارو ما تلقاش فين تحط رجليك بالكتب، ما تلقاش فين تحط رجليك بالكتب، بمعنى العلم كيطلع من الرجلين. هذا هو العلم ولا بالك؟ ايوا زيد اخويا كمل لي على ما يفيد، بارك الله فيك. باش تبقى تمشي تدخل للدار ودوز البيت حتى هذاك الكروار حاط فيه الكتب. اذا فات الشيء عن حده انقلب الى ضده. حتى انا نقدر نجيب شي كاميو ديال الكتوبه ونفرغو ونستفو في الهول وفي الصالون في البلاصه منين كيفوتوا الناس، وغادي نصبح من خيار العلماء والباحثين ان شاء الله الرحمن الرحيم. واش تنصحوني بهذه المعاوده ولا لا؟ وتا هو سماوه المارق عن الدين، ها هو وصلوا عليه فايد دابا. لم نلحقك لا بعدنان ولا بالكيالي ولا بشحرور ولا بغيره، جزاك الله خير. أنت عندنا في مقام أعلى، إن بقيت في مكانك فذاك والله ما نريد، وإن سقطت فذاك خيارك أنت. والله إننا نحبك لله في الله، لما قدمت أو لما تقدم لنا من نصائح وفوائد طيلة هذه الأعوام التي شاهدناك فيها وسمعناك في الميديا إلى آخره. لكن نتمنى ألا تكرر مثل هذه السقطات التي تعتبر غير مشرفة بالنسبة للدكتور الفايد الذي قضى عمره كله في توعية الشباب والأمهات والأمة عامة يعني بتوعية التغذية وإلى آخره. لكن أن تطعن في علماء الأمة في الألباني، وأن تقول الأطباء وأشخاص آخرين يعني مثلهم هم من يجب أن يصلوا بالناس في المساجد، وتطعن في الألباني وفي الإسراء والمعراج، هذه خزعبلات. وجزاك الله خير دكتور، تحدث بما تعرف، نحن غيرة عليك نقول لك تحدث بما تعرف في علمك، يعني أو العلم الذي تعلمته من الأعشاب والأشياء التي تتعلق بالميدان الذي أنت فيه تعمل. لا تتحدث في ميدان غيرك فتتشابه عليك الأمور وتصبح في مكان لا يليق بك. والله القسم إني مشفق عليك صراحة. نريد أن نرى الفايد النصوح الذي ينصح للشباب والأمهات ويعطينا خلطة من أجل التداوي، وخلطة من أجل الأكل الصحي، وخلطة من أجل علاج الحمى إلى آخره. ولا نريد أن نرى الفايد الذي يطعن في الألباني وعلماء الأمة رحمهم الله جميعا، ويقول على الإسراء والمعراج خزعبلات. وإننا نحبك في الله إن بقيت على ما كنت عليه. أنا شخصيا وأتحدث عن نفسي وليس عن شخص آخر يعني، ولست أصلك في علمك ولا في حتى في العلوم الشرعية يعني في الدين. أنا إنسان بسيط من عامة الشعب المغربي، ولكن لا أرضى لك هذه السقطة التي سقطت فيها في هذه السنة. نتمنى إن شاء الله أن تعيد النظر في ما تقول وتقوم باعتذار شامل حتى على الأقوال التي قلتها عن أهل الدين. وشكرا لكم والسلام عليكم.